ولكن أعتقد في نظري الشخصي بأن المنتخب المصري كان يتحكم في بداية المباراة، ولكن بعد ذلك ترك المبادرة والفرصة لخصم المنتخب المغربي الذي فعلا كان حاسما في نهاية الموقف. بالتالي في النهاية المنتخب المغربي استحق اللقب، ودون أن ننقص من إمكانيات المنتخب المصري. في النهاية من كان أكثر فعالية هو الذي سجل. إذا بعد لحظات سنتابع على البوديوم تتويج المنتخبات. هذه إعادة لأهم لقطات هذا الفاينل، هذا النهائي. طبعا الهدف الثالث هو الجميل جدا بهذه الطريقة الساحرة مر. وإذا هذه التتويجات الفردية.